كل سنة وانتوا طيبين وبخير. هنبدأ مع بعض سلسلة تجهيزات رمضان، وأول حاجة هنبدأ بيها الزبادي. هقول لكم كل الأسرار والمقادير المظبوطة جدا عشان تطلع معاكم أحلى وأنجح زبادي كريمي وناجحة 100%. كيلو من اللبن كامل الدسم وهنغليه كويس قوي، وهنسيبه لما يبرد لغاية لما ايدينا تستحمل درجة حرارته. هنستخدم علبة زبادي 200 جرام، ودي الخميرة بتاعة الزبادي بتاعتنا. هنضيف عليهم معلقة كبيرة من اللبن البودر ومعلقة كبيرة من السكر. هحط عليهم كوباية من كيلو اللبن بتاعنا. هنميكس بقى كل الحاجات دي مع بعض. انا هستخدم مضرب النسكافيه بتاعي علشان محتاجه ان ما يكونش فيهم اي تكتلات، او باي مضرب عادي، المهم يكون سايل زي ما انتم شايفين كده وما فيهوش اي تكتلات. هنضيف بقى الخليط ده كله على باقي كيلو اللبن الموجود معانا، وهنخلطهم كويس قوي. هنعمل 3 بالفواكه و3 ساده. هنصب خليط الزبادي في الكوبايات، وهنحط الكوبايات في مكنه الزبادي. ومكنه الزبادي الكويسه بتقعد من 4 ل 6 ساعات. مكنه الزبادي بتاعتي دي اس بي. بعد ما بتخلص بنغطي الكوبايات بتاعتها، هي ليها غطا، ونحطها في التلاجة. هستناكم تجربوها وتقولوا لي رايكم في التماسك والطعم الكريمي الخطير اللي هتدوقوه.